مش فاهم. انا ما زلت مصر على ان انا مش فاهم. انا حر يا عم، انا مش فاهم، انا حر. امام، تعالى بعيدا عن، سيبك من كل ده بقى، سيبك من كل جددت ما جددتش، مددت، ايلت، فردت ظهرك، مش قصتي. تعالى. الساعه 2 بالليل يا امام، بجد بجد يالا، انت بتمدد الساعه 2 بالليل؟ استنى بس، انت لقيت مكتبه فاتحه منين تيجي اشتريت منها قلم تجدد بيه الساعه 2 بالليل؟ فين المكتبه دي؟ انا ببقى دايخ على مكتبه فاتحه، لقيتها فين اصلا الساعه 2 بالليل؟ وايه اللي مصحيك لحد 2 بالليل؟ انت مش لعيب كوره يا ابني؟ ما ده عدم التزام. ما الساعه 2 بالليل نام، يالا نام. لا ده فضل، ده الحفله اللي بعد التجديد بقى، الاهلي عليا غالي، وبعدها اهلاوي من زغري. لحد الساعه 4 الفجر قاعد بينزل في بوستات وبيحتفل بالتمديد للنادي الاهلي. ده في كوم، ده في كوم. والكوم التاني بقى، في ناس بقت، كانت جالها فتره واخده ادم وطني ده ان هو درع من دروع البتاع، وان ادم وطني ده، والله يا معلم، والله يا ادم وطني انت معلم، والله يا ادم وطني انك وطني، والله يا ادم انك انت، يعني ايه الجمال ده؟ طب وبعدين بقى ادم وطني خلاص كده صح؟ بقى ضعيف وبقى وحش، لا حول ولا قوه. بعدين يقول لك ماشي، مبروك عليك يا امام ال 115 مليون، مش وحشين. يا جماعه واحنا هنبطل البكاسه دي امتى؟ بجد والله. امام ده اصلا سابني، امام ده اسمع بقى، امام ده سابني لتحقيق حلمه بالاحتراف في النادي الاهلي. عمل مشاكل، عمل مشاكل. هو امام عندنا، اسمع بس، امام عندنا ما عملش مشاكل؟ امام عندنا شيكابالا ما ندهلوش في مره عشان يروح للجمهور، ما عمل له كده ومشي؟ امام ده كان عندي لعيب مثال للالتزام ومثال يضمن. هو امام في لعيبه من فرط موهبتها بيحسوا بنفسهم قوي، فمستحيل مستحيل يديك التزام 100%. ده امام. لكن كيفيه التعامل معاه، الاهلي حتى الان، يعني التاريخ هيقول ان اكبر عقوبه على لاعب مصري في التاريخ من اي نادي مصري كانت عقوبه من النادي الاهلي على امام عاشور. عمل كوارث، عمل كوارث. كيف قوبلت هذه الكوارث من النادي الاهلي؟ بالعقاب. عقاب، في عواقب لده يا باشا، كونسيكونسز، كونسيكونس. خلاص انت غلطت هتتعاقب قولا واحدا، خلاص. انما بقى الصقمام جدد ب 200، الصقمام جدد ب 600، الصقمام الاهلي كتب له فرع التجمع. كفايه بكاسه. ما هو اهم لعيب داخل القاره محليا، اهم، الاهلي نجح في الاحتفاظ باهم لعيب داخل القاره. ايه مش هيرضيه مثلا؟ مش هيديله فلوس مثلا؟ مش فاهم يعني. طارق حامد هو معانا، انا بحب الزمالك وعايز الزمالك بس قدرني، ايه المشكله؟ وده طارق احد رموز الزمالك في وجهه نظري. طبيعي، طبيعي يا بيه، ده امر منطقي جدا يا بيه. انما ازاي يطلع بقى احد كباتن نادي الزمالك التاريخيين يقول لك في نادي اسمه الدرعيه؟ الدرعيه دي اللي مش موجوده في علبه الحلاوه جنب الحمصيه والفوليه وملبن عين الجمل والحاجات دي؟ مين الدرعيه دي؟ قال لك امام قد يرحل الى الدرعيه، ماشي، بس هي بتبقى السكر فيها زياده شويه عن الحمصيه، فهيروح الدرعيه بقى، والنادي الاهلي مضطرا هيخفض طلباته الماليه طبعا. اي هري، اي هري بيتهري، اي هري بيتهري. امام عاشور لاعبا في الاهلي حتى 2030، وفي تفاصيل كارثيه، كارثيه على وزن الدرعيه كده بالظبط. هنتكلم فيها مع بعض على اليوتيوب بعد قليل. 2 بالليل متاخر قوي يا امان. متاخر قوي يعني. قال لك اللي ممشيهم على كيفك، ده تنازل عن حاجه وده تنازل عن كيفك. ما تيجوا نركز يا جماعه في النادي بتاعنا اللي هيقفل ده، ايه رايكم بقى؟ ده الملخص. ما تيجوا نشوف النادي اللي هيقفل ده يا جماعه. ده عبد الله السعيد عندي اللي هو داخل في 41 سنه ما كانش راضي يجي الا بياخد فلوسه. امام اللي في عز عزه مش هيحط شروطه عشان ياخد فلوسه عشان يتراضى ويلعب بنفس مفتوحه؟ انا زهقت.
والواحد لو ما قالش نفس الكلام اللي بيتقال عليه ان هو طب اللي هو كيوت. السلام عليكم يا جماعه، السلام عليكم.